ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد واول فيديوهات شهر فبراير، وحاجات بقى حلوة وتحضيرات كده لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد علينا الايام بألف خير. فالنهاردة هتشوفوا معايا مشتريات التلاجة والفريزر، ومقسمها بقى معاكم كده لبنود زي ما متعودين معايا. فاول حاجة ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس على اشعار الكل عشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. تعالوا بقى نسمي الله كده واقول لكم كده نبدأ بايه وهننتهي بايه. كان ناقص عندي كام نوع كده من المخبوزات اللي بحب تكون موجودة على طول في الفريزر، وهتشوفوا معايا مشتريات الفريزر وفي بقى مشتريات التلاجة، الحاجات اللي بتفضل معانا في التلاجة من اول الشهر لاخر الشهر، او ممكن تكمل معانا لشهر جديد. وطبعا في المشتريات الاسبوعية الشريرة اللي بتخلص على طول وتحسوا كده ان هي ما فيهاش البركه. مهما تجيبي منها كميه تحسي ان انتي بتصرفي مبلغ كبير قوي فيها، ونفس الوقت كمان بتخلص معاكي. يعني في اكله كده لو عملتي كام سندوتش كده جبنه لانشون جبنه رومي حاجات من دي، بتلاقي الموضوع خلص معاكي بسرعه جدا. ففعلا المشتريات دي ما فيهاش البركه رغم ان هي سعرها غالي جدا. فالمهم كده حبايبي هقول لكم بقى تصنيف كده الحاجات اللي جايباها والمكان اللي انا شاريه منه، ومشتريات من عند فتح الله. فالمهم يعني ايه، كانت جوله كده حلوه جدا، كانت فرصه بقى معايا العربيه ولفيت على كل الهايبرات اللي بحبها ودخلت كل هايبر شويه. الحاجه اللي عجبتني في كل هايبر هي اللي جبتها. فتعالوا بقى نسمي الله كده ونبدا باول حاجه من عند فتح الله. من وقت ما فتح الفرع الجديد الفتح الله عندي هنا في مدينة دمنهور، وانا دايما بشتري منه. اول حاجة ان هو قريب جدا من عند بيتي، وتاني حاجة ان في قسم المخبوزات القمر دي. فزي ما انتوا شايفين دي كده كوكيز اللي هو الكوكيز امريكان، يعني حاجة كده بصوا بتكون طرية ونفس الوقت مقرمشة، بيكون فيه زي بيكنج صودا. فلقيت بقى شكله كده يعني مغري جدا وعجبني قوي، فقلت ايه هشتريه واجرب طعمه. في منه بطعم الفانيليا وبطعم الشوكولاتة. فاللي هو وقفت شوية، طب اشتري الشوكولاتة ولا اشتري الفانيليا؟ انا بحب الفانيليا اكتر، بس الشوكولاتة شكله مغري جدا. فاللي هو بقى ايه، عارفين حتة الفضول بقى اللي جوانا دي، فقلت عشان اموت بقى الفضول اللي جوايا هشتري فانيليا وشوكولاتة. المفروض ان هو عليه عرض الكيلو ب300 جنيه، فنازل ل160 او 170 و190، اللي هو الشوكولاتة 190 والفانيليا تقريبا 180 او 170 جنيه الكيلو. والباكت بيكون فيه 4 قطع، بيكون في حدود مثلا 60 جنيه أو 50 جنيه على حسب برضو الوزن. ان شاء الله اجرب بقى التجربة دي كاملة معاكم في فيديو تاني كده في وجبة فطار واقول لكم رأيي فيها بكل امانة. برضو لقيت عيش اللي هو بيكي بيكر اللي بالسمسم، شكله طازة كده وشكله حلو قوي. الكيس فيه 4 أرغفة عيش بتيبان، بس عيش بتيبان كبير. الكيس كان ب18 جنيه. في كمان يعني المنقذ بالنسبة لي عيش التوست اللي هو بالردة. بجد عايزة ابدأ بقى اظبط كده وجبة الفطار، اني عكيت الفترة اللي فاتت دي عك جامد جدا وما زلت بعك لحد دلوقتي، بس اللي هو ايه ماسكة نفسي شوية. فمحتاجة بقى اظبط اموري، فجبت كيس عيش اللي التوست بيكي بيكر. الكيس اللي هو لونه بني بالردة ب38 جنيه، وفي انواع تانية بقى تقريبا ب45 وب50 على حسب طبعا النوع. في بقى عيش التورتيلا من ريتش باك، وده عيش التورتيلا الطري، وعيش تورتيلا قمح كامل. الكيس بيكون فيه 5 قطع ب48 جنيه. وفي منه الكيس اللي هو لونه منت جرين، بيكون عيش تورتيلا عادي بس ملقتهوش موجود، فهعمل بيه وصفات حلوة جدا الفترة الجاية. فالمهم يعني ده كده بالنسبة لقسم المخبوزات. وطبعا اكيد مش هنسى اشتري كرتونة بيض، ودي الحاجة يعني اللي بحس ان هي في وجبة الفطار بتساعد كده وبتكمل معانا يعني فترة كويسة، وفيها البركة عن علب الجبن. فجبت كرتونة بيض ب120 جنيه، والبيض إلى حد ما سعره كويس الأيام دي. فدي كده بالنسبة لكرتونة البيض. تعالوا بقى نشوف مشتريات التلاجة، الحاجات اللي بحب تكون موجودة عندي في التلاجة، مش حاجات خاصة لوجبة الفطار. في كده عندي الزبدة دي لقيتها موجودة في سوبيكو، الكيلو ب50 جنيه. فالفضول اخدني ان انا اجربها، فجبت كده منها القالب ده على حسب بقى وزنه وسعره، تقريبا كان ب50 او ب51 جنيه. من الحاجات الحلوة برضو اللي بحب تكون موجودة عندي في التلاجة وهي الصويا صوص، دبس الرمان، مثلا ممكن صوص الجبنة، الحاجات دي كلها بحب تكون في التلاجة. ففي الصويا صوص الغامق من دوبيلا، كان عرض في فتح الله ب30 جنيه بدل من 35 جنيه.
وفي كمان دبس الرمان ده كان موجود عندي بس لسه مجربتوش بصراحة، برضو كان من دوبيلا وكان عليه عرض ب42 جنيه العبوة الكبيرة. في كمان العبوات الصغيرة بيكون سعرها اقل من كده لو استخدامك يعني في الحاجات دي مش كتير قوي، ففي عبوات اصغر من كده. تعالوا بقى نشوف علبة الصلصة ال3 كيلو. ما بحبش اشتري علب الصلصة الكيلو، بحس برضو ان هي مش كيلو كيلو، ونفس الوقت كمان العلب الكبيرة دي بيكون فيها البركة. بتبدأي ان انتي تفتحي العلبة وتقسميها بقى في علب وتشيلها في الفريزر، تفضل معاكي مدة طويلة جدا. فالشركة دي كان اول مرة اجربها، فهجربها واقول لكم رأيي فيها ايه. انما في عرض تاني بنفس السعر على صلصة جاردينيو، طبعا مجرباها قبل كده ويعني كنت على طول بشتريها. وسواء صلصة جاردينيو او صلصة بيور فود عليهم عرض ال3 كيلو العبوة على بعضها ب150 جنيه عند فتح الله. في كمان بقى كاتشب الذرة، دي بقى شوية مشتريات جايباها من عند عبد الله. في بقى عنده كاتشب الذرة العبوة دي 500 جرام، وطبعا كاتشب الذرة من الحاجات الحلوة جدا وطعمه بيكون مميز. سعرها كان 45 جنيه. فجبت بقى علبة كاتشب، وطبعا بحب اشتري برضو العبوات الكبيرة من الكاتشب زي شيفي مثلا، اللي هو الجردل بيكون كيلو على بعضه بيكون حلو جدا. بس بغير اطعم يعني، خلاص بدل ما بنفضل متعودين على طعم معين، فبحاول ان انا اغير طعم الحاجة اللي احنا بنشتريها. كان عندي بقى من مشتريات اخر الشهر علبة المايونيز ال4 كيلو من جود فرانس، كان تقريبا سعرها 27 جنيه. في كمان التونة برضو من الحاجات اللي بتستنى عندي في التلاجة، يعني مش بنفتحها على طول وناكلها، لا ليها كده عمر وبتستنى معانا في التلاجة او بره التلاجة. فالاربع علب تونة من بقالة الاخلاص كان عليهم عرض ب100 جنيه، الاربعة ب100 جنيه. ولو بتتابعوا كمان صفحة استرادي بينزل عليها عرض ب22 جنيه. ففي عروض حلوة جدا دلوقتي نازلة في كل البيدجات. انتظروا الفيديو الجاي هصور لكم كده ورقة العروض او مجلة العروض من عند عبد الله، يعني خدوا منها بقى سكرينات، وتقدري ان انتي برضو تدخلي على البيج عندهم منزلين بقى صور بكل العروض المتاحة. والعروض موجودة لمدة شهرين، شهر شعبان وشهر رمضان لحد يوم الوقفة. فبرضو من الناس الحلوة اللي اشتريت من عندها حاجات بأسعار كويسة وعامل عروض قوية جدا. في كمان بقى الشهر ده جبت الحاجة اللي يعني المسكرة شوية لوجبة الفطار، وهي بقى العسل والطحينة. الشهر اللي فات كنت جايبه لهم حلاوة طحينية، فالشهر بقى ده غيرت وجبت عسل وطحينة. العسل الاسود الكيلو ب35 جنيه، والطحينة البيضة الخام البيور سعرها 130 جنيه من المعصرة اللي هي على المحطة. فبجد حاجتهم تحفة جدا. وكمان سعر الطحينة غالي قوي في بعض الأماكن، بيوصل سعرها ل190 جنيه و200 جنيه، ده غير طبعا يعني طحينة بقى الشركات بتكون أحجام صغيرة كده وليها سعر عالي قوي. فأفضل حاجة نشتري الطحينة اللي بتتباع سايبة بالكيلو، وبجد أحلى طحينة جربتها اللي هي من عند المعصرة اللي على المحطة بجد. طحنتها بقى ناعمة قوي، وكانت جايلي بقى سخنة كده ولسه مطحونة فريش، وكانت حلوة قوي. وبرده سعرها كويس جدا بالمقارنة بأماكن تانية. في بقى هنا برضو من حاجة الفريزر او حاجة التلاجة، اشتريت الطبق ده ربع كيلو من البسطرمة. حبايبي بقى اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا مش بحب البسطرمة كبسطرمة، الغلاف اللي بيكون حوالين البسطرمة ده انا مش بحبه، وعامة مش بحب البسطرمة لوحدها. فممكن اديها فرصة كده جديدة، ودايما بجيب لانشون بسطرمة، انما كبسطرمة لوحدها كان لسه الموضوع جديد عليا. فكان عليها عرض عند السردي الكيلو ب350 بدل من 450 جنيه، فجبت ربع كيلو. في بقى عبور لاند عاملة كده الجبنة الكوبايات دي كده جبنة بطعم الشيدر، وزنها 500 جرام، البرطمان ده 500 جرام. ودي جبنة نباتي العبوة ب85 جنيه. وفي طبعا فرق ما بين الجبنة الطبيعي والجبنة النباتي، انا شخصيا بحب الجبن الطبيعي جدا جدا. ففي فرق ما بينها مثلا وما بين جبنة ريفال الطبيعي طبعا في حتة تانية خالص. البرطمان سعره 125 جنيه، ففرق السعر لا انت بتاخدي قصاده فرق جودة كبير جدا. فانا جايباه عشان اعمل منه شوية حشوات كده، سمبوسة وحاجات بقى حلوة لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. في الجانب بقى الاخر الجبنة الطبيعي من عبور لاند، دي كده جبنة كامل الدسم لبن طبيعي 100%. العلبة دي وزنها ربع كيلو ب35 جنيه من عند استرادي. فبرضو من انواع الجبن اللي مؤخرا لسه يعني مجرباها قريب، بس طعمها حلو جدا. في بقى هنا ربع لانشون حلواني وربع رومي مدخن من حلواني اخوان. طبعا يعني اسعار حلواني عند فتح الله غالية جدا،
كيلو اللانشون مثلا تقريبا ب270 280 جنيه. فالمهم يعني عبد كان عامل عليهم عروض حلوة قوي. فده كده كيس عبد، مش عبد الله، يعني مفيش لفظ جلالة على الكيس عشان برضو حرام يبقى كلمة عبد موجودة على الكيس، لا دي لم ألف مش لفظ جلالة. تمام كده حبايبي. فجبت بقى من عنده كيس المخلل الحلو ده، الكيس تقريبا نص كيلو ب10 جنيه، وانا بحب اشتري المخلل الجاهز من بره وده يعني كتير جدا. فجبت كده نص كيلو مخلل. وجبت كمان من عنده الزيتون الاسود، بس الزيتون الاسود الطبيعي انا حاسه ان هو فيه يعني طعم مر شويه، محتاج ان هو يتساب بقى شويه لحد مثلا اخر الشهر. فلا فيه طعم مر كده انا مش عارفه اكله منه. فهو زيتون طبيعي وجنبه، ويعني تمليحته كويسه، بس فيه طعم مراره تقريبا لسه محتاج يستنى شويه لحد طعم المراره دي ما تتسحب منه. فالمهم ان انا جبت نص كيلو ب50 جنيه. واي بقى نوع زيتون انت عايزاه، سواء زيتون اللي هو الاخضر اللي هو الجامبو، او مثلا زيتون شرايح، او زيتون الكلاماتا، اي نوع زيتون فيهم الكيلو ب100 جنيه. فانا ما جربتش انواع الزيتون التانية فمش عارفة طعمها ايه. فالمهم يعني اي نوع فيهم ب100 جنيه الكيلو، عرض لمدة شهرين. فجبت كده نص كيلو زيتون من عند عبدالله، وكنت شارية برضو نص كيلو زيتون اسود من عند استرادي. ده بقى زيتون اسود طبيعي طعمه حلو جدا، مفيش فيه اي مرارة، والكيلو كان ب135 جنيه. فبرضو من انواع الزيتون اللي بحبها جدا. وفي برضو عند فتح الله انواع زيتون حلوة. فالمهم يعني الاماكن اللي اشتريت منها هي اللي بقولكوا عليها. فده كده برضو نص كيلو زيتون، وده اللي هبدأ استهلكه خلال الفترة دي. والزيتون بقى التاني هبدأ ان انا اغير له كده المية لحد ما اتخلص من طعم المرارة اللي فيه. تعالوا بقى نشوف عروض واسعار الجبن. برضو كل شهر بيختلف عن الشهر اللي قبله، بحاول ان انا انوع في المشتريات وطعم حتى المنتجات اللي بجيبها. فجبت بقى ربع كيلو لانشون حلواني بالزيتون، وده طعمه حلو جدا. مش عارفة، بحس حلواني السادة طعمه غريب شوية، انما اللي بالزيتون او بالفلفل الاسود طعمه حلو جدا. فالكيلو عليه عرض ب220 بدل من تقريبا 270. فاي طعم فيهم سواء اللانشون الساده او اللانشون الفلفل الاسود او اللانشون اللي هو بالزيتون، اي كيلو فيهم ب220 جنيه. في كمان الرومي المدخن، شايفين بقى قطع الرومي برضو طعمه طلع حلو جدا، وبحبه بقى مع البيض مع المخبوزات. عايزه تعملي مثلا مع الفراخ كده رول. فجبت بقى ربع كيلو رومي مدخن زي ما شفتوا في الورقه، الربع كيلو ب55 جنيه، يعني الكيلو برضو ب220. فبرضو هينفع بقى الحاجات اللي هنعملها الفترة الجاية، اللي هي بقى اطباق المقبلات والحاجات الحلوة دي. انما مش بعرف اكله كلانشون، يعني معرفش اكله زي اللانشون كده العادي. في كمان الجبنة الرومي عليها برضو عرض حلو جدا. الرومي القديم الكيلو ب220 جنيه، وزي ما انتوا شايفين الطبق ده كان نص كيلو، يعني اللي هي بقى الجبنة الرومي المفرغة، مش الجبنة الرومي الجديدة التقيلة اللي هي مثلا توزيني نص كيلو تحسي ان هما كام شريحة. انما دي جبنة رومي زي ما انتوا شايفين كل الاطراف متنضفة، تقطيعتها خفيفة جدا. فجبت الطبق ده نص كيلو ب110. وتقريبا لو عايزة تاخدي طبق ربع كيلو مفيش مشكلة، لان عبدالله في بعض المنتجات عنده سواء مثلا في الجبن او في حاجة العطارة، يعني اقل حاجة تاخديها ربع كيلو، وفي حاجات نص كيلو. فالمهم جبت نص كيلو كده جبنة رومي عشان عندي البنات بتحبها جدا، وبناتي متعبين قوي في الاكل. فقلت خلاص طالما عليها عرض كويس فاجيب منها نص كيلو على بعضه. في كمان الجبنة التلاجة اللي هي الجبنة المزبدة، الكيلو منها تقريبا ب100 جنيه. وفي الكيلو من الجبنة البراميلي الطرية الحلوة جدا، الكيلو ب120 جنيه. فكنت طالبة نص كيلو جبنة براميلي طرية. فلما رجعت بقى البيت لقيت الجبنة اللي موجودة دي جبنة تلاجة، اللي هي الجبنة المزبدة. انا مش عارفة يعني بيختلف اسماء الجبن من محافظة للتانية. فالمهم دي اسمها كده عندنا جبنة تلاجة. فتاخدي بالك كنتي بتشتري انواع الجبن، يعني شوفي كده وانتي واقفة عنده الجبن اللي اخدتيها. انا اخدت بقى الكيس كله على بعضه، فكانت الدنيا زحمة شوية فما كانش فيه وقت ان انا اشوف الجبن. فده كده العنوان، وهو في ميدان النافورة، وصورت لكم عنده قبل كده. وعامل بقى فرشة رمضان حلو قوي. وتابعوا معايا الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم الحاجات اللي جبتها. في بقى حاجة الفريزر اللي هي بقى الجبنة الموتزاريلا، اساسي معايا في الفريزر جبنة موتزاريلا. فدي جبنة موتزاريلا من ريفال، اللي هي الانالوج الجبنة النباتي.
في منها الجبنة الطبيعي برضو حلوة جدا. فلقيت الجبنة النباتي او الجبنة الطبيعي الاتنين حلوين وفيهم دسم عالي وطعمهم حلو قوي، واكيد الجبنة الطبيعي بالنسبة لي هي اللي هتكسب. فالمهم جبت كده كيلو جبنة موتزاريلا من ريفال ب135 جنيه من عند السرادي. في بقى خير زمان لقيت عنده الملوخية من شركة النيل، فضلت الف عليها عند ميدو ما لقيتهاش موجودة عند ميدو، عند هيلسي برضو كانت خالصة، فلقيتها موجودة في خير زمان وعليها عرض حلو قوي. يعني انا بجيبها دايما الكيس ب12 جنيه ب11 جنيه، فلقيت خير زمان كاتب ان هي ب10 ونص بدل من 15، يعني هو بيبيعها ب15 وعليها عرض الكيس 400 جرام ب10 جنيه ونص. طب لو انتي بترشحي لنا يا شيمو انواع ملوخية ولا اي نوع ملوخية من اللي انتوا بتلاقوه موجود عند مثلا فتح الله او الهايبرات الكبيرة ايا كان الشركة ايه، ملوخية النيل بجد من احلى انواع الملوخية اللي ممكن تجربيها. لو جربتيها مرة مش هتعملي تفريزات ملوخية ولا هتجيبي اي نوع تاني غيرها. فكان عليها عرض الكيس ب10 جنيه ونص عند خير زمان، وتقريبا لسه العرض مستمر. في كمان كيس البطاطس بقى ده للسحور، انا بصراحة شارية للسحور مش هستخدمه دلوقتي خالص، من حورس. الكيس ده 2 كيلو ونص، وكان عليه عرض عند السرادي ب100 جنيه، فبرضه يعتبر سعره كويس. ومش عارفة البطاطس فيها مشكلة الايام دي، كل ما اجيب بطاطس الاقيها برضه من البطاطس اللي هي مش بتقرمش كده، مش البطاطس الناشفة، وبتتحرق برضه معايا. فالمهم قلت ايه يعني وقت السحور بنكون صاحيين كده مش فايقين، ده لو نمنا بقى شوية وصحينا، فقلت البطاطس دي هتكون منجزة وكانت يعني منقذة ليا فترة الامتحانات. كنت بصحى بقى بدري اعمل كده بطاطس منها على طول، فكيس البطاطس ده يعتبر حلو جدا، وبالنسبة لجودته تعتبر جودته كويسة. في كمان السمبوسة طبعا وايامها الحلوة والجلاش، فانا بحب ماركة كاندي، وهتكون منتشر بقى الفترة الجاية بكل منتجاتهم بقى اللي هي الكنافة المجففة. فلفة الجلاش تقريبا 400 جرام سعرها 25 جنيه، والسمبوسة 400 جرام سعرها 30 جنيه. ومن انواع السمبوسة والجلاش الحلوين جدا. وهتلاقوا كمان بقى لو عايزين الحاجة فريش مش مجمدة، فتح الله طبعا قسم المخبوزات، هتلاقي بقى جلاش وسمبوسة وكنافة وحاجات حلوة جدا في القسم ده، بس اسعارها اعلى من الاسعار اللي بقولكوا عليها. فطبعا ليكي حرية الاختيار تشتري الحاجة مجمدة او تشتري الحاجة فريش. ممكن برضو وقت تاني لو رحت اشتريت مشتريات اسبوعية فممكن اشتري من قسم المخبوزات من عند فتح الله. والحمد لله دي كده كانت مشتريات شهر فبراير. حاجة التلاجة والفريزر قلتلكوا على الحاجات اللي بتستنى معايا لاخر الشهر وممكن تكمل معايا الشهر كمان، زي بند الصوصات بقى والكاتشب والمايونيز، الصويا صوص، الباربيكيو صوص، في كمان صوص البيك تيستي، الصلصة، الحاجات دي كلها بتستنى معايا شهر وزيادة. في كمان برضو الزبدة، وبرضو لسه في عروض نازلة في سوبيكو بالنسبة لزبدة الحلوبة الكيلو ب115 جنيه، فسعرها حلو جدا. وفي برضو عروض تانية في سوبيكو بادئة من 1 فبراير لحد يوم 10 فبراير. طبعا مش هعرف اقولكوا كل العروض المتاحة او الحاجات اللي عجبتني، فتقدري تدخلي على البيج وتشوفي الحاجة اللي تناسبك. برضو بيعملوا عروض حلوة جدا. فتح الله كان فيه عروض لحد يوم 31 لحد امبارح، فالعروض برضو خلصت عنده. مش عارفين ايه العروض الداخلية او ايه العروض الجديدة. بالنسبة برضو هنا بقى لمدينة دمنهور، في بقى هايبر ميدو برضو عامل عروض حلوة جدا على يميش رمضان وعلى بعض المنتجات اللي هي اللي خاصة بالبيت. وفي كمان عبدالله عامل عروض جامدة جدا على حاجة البيت الأساسية اللي هي بقى الزيوت والمكرونة، وكمان بقى في المنظفات، وفي كمان قسم العطارة، والقسم بقى اللي فيه يميش رمضان. فانتظروا بقى الفيديوهات الجاية هقول لكم الحاجات اللي اشتريتها وافضل العروض وافضل المنتجات. وده كده حبايبي كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامة.